صغنن، هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هب هب. هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هب هب. يلا بسرعة تعالوا معانا. يا جدو شفت يا جدو، شفت الموبايل بتاعي الجديد اللي بابا جابهولي؟ ضاع مني في المدرسة يا جدو، اعمل ايه دلوقتي؟ انا متضايق. اهدى يا سمير اهدى. ازاي يا بابا ضاع منك في المدرسة؟ وبعدين من امتى احنا بناخد الموبايلات جوه المدرسة وجوه الفصول؟ فكر كده انت شلته فين، تكون ناسيه يا بابا. لا ما نسيتش يا جدو، بس انا عارف مين اللي خده. ايوه الواد عادل، الواد عادل صاحبي هو اللي كان قاعد معايا في التختة، وانا فاكر ان انا خدته معايا. انا فاكر ومتأكد 1,000,000% ان هو اللي اخده، هو اللي خده مني. سمير دايما تشك في اصحابك ودايما تظلمهم. يا ابني الموبايل انت سايبه اصلا على الشاحن من امبارح ومقفول، وعمال اقولك حوش الموبايل وعايزه الشاحن وانت نسيت اصلا ونسيته على الشاحن. بطل بقى تظلم اصحابك، ده عادل ده اقرب الناس ليك، خد موبايلك اهو. لا يا سمير كده مش مظبوط، يعني انت شكيت في صاحبك اقرب الناس ليك؟ خلي بالك الشك ده معناه انك مش واثق فيه ومش بتحبه المحبة الصافية. انت كده ظلمته. هو مش سمعنا، بس ما ينفعش ان احنا نشك في اصحابنا يا سمير. وبعدين الشك ده معناه ان احنا ما عندناش جوانا محبة وثقة كاملة بالناس حوالينا. لازم يا سمير تخلي بالك من الموضوع ده بعد كده. انت لازم دلوقتي تسمع معانا حلقة ميرو عشان هتحكي لنا عن الشك، ومين هم اللي في الكتاب المقدس اللي شكوا، وايه مشاكل الشك اللي لو دخل حياتنا يعمل ايه في حياتنا. يلا يا سمير، وخلي بالك تاني مرة انك ما تظلمش ولا تشك في صحابك، لازم تكون واثق في الناس اللي بتحبها. مساء الخير اصحابي صغيرين في كل مكان، اهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى لكم خمسين مقدسه جميله وايام جميله للعيد. كل سنه وانتم اسعد واجمل اطفال في الدنيا كلها. المسيح قام من بين الاموات ووطأ الموت بالموت ووهب الحياه للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطأ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لا انا شك. ايوه انا كده شك. وانا كمان هشك. انت فاكر ايه؟ انت هتشك وانا كمان هشك. تشك في ايه يا دبدوب؟ تشك في ايه يا سمسمة؟ انتوا بتشكوا في قيامة رب المجد يسوع المسيح؟ لا يا ميرو، دي لعبة اسمها أشك، احنا بنلعب كوتشينة أنا ودبدوب. اللعبة دي يا ستي هي اسمها أشك. أنا هحط ورقة لو هو مش مصدق وشك فيها وطلعت زي ما هو قال مش مظبوطة يبقى كده هو غلب. لو أنا حاطة ورقة وهو شك فيها وطلعت زي ما أنا حطاها مظبوطة يبقى كده أنا أغلب. هو دايما كده، أنا أشك في الورقة اللي ينزلها وهو يشك في الورقة اللي أنا أنزلها. ما تيجي تلعبي معانا يا مير؟ تعالي جربي. خضتوني. انا افتكر انتوا بتشكوا في كلامي في الترنيمه لما بقولها. ماشي يلا نلعب مع بعض. انا كمان خدت ورقه اهو وهنزل معاكم زي ما انتوا هتنزلوا، واول ما يجي دوري قولولي. خلاص انا معايا 5 ورقات اهو. انا مش عارفه تلعب ازاي، بس انا هنزل اول ورقه اهو كده صح. انا نزلت ورقه. استنوا انا كده ورقه تاني. دي 5. اشك في اللي نزلتيها يا ميرو. اشك ان دي تبقى 5. اكشف ورقتك ووريها لي، ولو طلعت فعلا مش 5 يبقى انا كده اللي فايز. لو طلعت 5 يبقى انت كده اللي فزتي، بس انا دلوقتي اشك. بتشك؟ طيب تعالى نشوفها. كام دول يا صحابي؟ 5 يا عم الدبدوب. انا كده كسبت. بطل الشك اللي انت فيه ده. كده كام؟ 5. انا كنت منزله 5 وقلت انها 5 كده، انا اللي كسبت.
يلا هنلعب تاني. استنى الورق بتاعي اهو، وهنزل ورقة تاني. هنزل دي 6. تمام، يلا بقى الدور عليك. هي يا ميرو اللعبة كده لازم اشك، وانا وحظي بقى يا طلعت صح يا طلعت غلط. عموما ماشي يا ستي، انت كده كسبت دور، بس انت نزلتي قلتي 6. بصراحة بصراحة يا واد يا دبدوب، اقول ولا تطلع غلط، اقول ولا تطلع صح. انا اشك برضه، انا عجباني كلمة اشك، انا بشك برضه. ونادي على سمسمة لان الدور عليها كمان، هي اللي هتقولك قبل ما تكشفي ورقتك. سمسمة بتشكي ولا الورقة صح؟ اشك ولا ما اشكش؟ لا يا ميرو، انا مش هشك، انا موافقه ان دي 6 وانا هلعب بعديكي. بعد تكشفي لنا الورقه ونشوفها طلعت صح ولا لا. يعني برضو بتشك تاني؟ تمام، تعالى نشوف الورقة، بس بشرط لو الورقة بتاعتي طلعت 6 انا مش هلعب تاني. علشان كده انت يعني بصراحة زي توما، انت شكاك زي توما، مش هلعب مع حد شكاك حتى لو اللعبة كده. انا ايه اللي خلاني لعبت معاكوا اصلا؟ انا بحب الصدق، لما انزل حاجة بقولها بالظبط. انت بقى قاعد تلعب انت وسمسمة وتضحكوا على بعض وتلعبوا كلمة اشك ومش عارفة ايه. لا يا عم انا مش هلعب. تعالى نشوف الورقة بتاعتي يا توما يا شكاك. نشوف الورقة الاول اهو، دي اللي انا نزلتها. 6 ولا مش 6 يا عم الدبدوب؟ يا توما انت عامل زي توما بالظبط، اصلا مش بتصدق خالص، وانا مش هلعب معاكوا تاني بس. احسن يا دبدوب، انا اللي طلعت صح. الله، انا كلامي مظبوط وطلعت 6 زي ما انا قلت. بس مين توما الشكاك ده يا ميرو؟ يا توما يا شكاك، يا توما يا شكاك. هو ده حد وحش ولا حلو يا ميرو؟ رحت عماله اقول له زي ما انت بتقولي لي. هو ده توما الشكاك ده حد كويس ولا حد وحش؟ ومين هو اصلا؟ ايه ده؟ انتوا متعرفوش توما الشكاك؟ ده حد معروف قوي في الكتاب المقدس. توما الشكاك ده اللي شك في قيامة ربنا يسوع المسيح. ما تخافيش، هو حد مش وحش، هو تلميذ من تلاميذ الرب يسوع القديس توما الرسول. بس الاول بعد قيامة الرب يسوع المسيح شك شوية. فانا هقولك الحدوته انت ودبدوب عشان تعرف يا دبدوب ان انت شكاك زي توما. بصي يا ولاد، الرب يسوع المسيح بعد ما عرفنا طبعا ان هو الاسبوع اللي عدى كله كان اسبوع الام، صح؟ تلميذه انكره وتلميذه باعه وخانه وتلاميذه سابوه واتألم ومات واتعذب علشاننا واتدفن في قبر كان لسه جديد، وبعدين قام بعد 3 ايام من بين الاموات. لما نزل الملاك ودحرج الحجر وقام رب المجد يسوع المسيح بقوة عظيمة، لدرجة ان الحراس اللي كانوا حارسين قبر الرب يسوع المسيح شافوا زلزلة عظيمة ونور جامد، وبعدين خافوا قوي لدرجة ان كأنه اغمى عليهم. ولما فاقوا طلعوا يجروا يا ولاد على رؤساء الكهنة وقعدوا يقولوا لهم ده الرب يسوع المسيح قام ومفيش حد في القبر والحجر متحاش. راح اليهود قالوا لهم بس ما تقولوش كده، خدوا فلوس وقولوا للناس كلها ان تلاميذه جم وسرقوا الجسد واحنا كنا نايمين وما حسناش. بعد ما قام رب المجد يسوع المسيح وهم نشروا الخبر ده، وان اليهود كلهم لغايه اللحظه اللي احنا فيها فاكرين ان فعلا ان هم جسد الرب يسوع المسيح سرقوه التلاميذ، وقالوا ان هو ايه؟ قام من بين الأموات. المجد يسوع المسيح يا ولاد ظهر لأكتر من حد. أول ما قام ظهر لمريم المجدلية، ظهر لتلميذي عمواس، وظهر يا ولاد لتلاميذه وهم في العلية كانوا قاعدين وخايفين من اليهود طبعا اللي كانوا بيتحاموا فيه وحبيبهم وكان بيوعظهم وكان بيعمل معجزات وكان صاحب سلطان. مات، هم شايفين انه مات خلاص ودفنوه. طب ما اليهود ممكن يقولوا لهم ان انتوا كنتوا ماشيين معاه، فخايفين من اليهود يا ولاد، فكانوا قاعدين مستخبين في العلية. ورب يسوع المسيح ظهر للتلاميذ كلهم ما عدا تلميذ اسمه توما. قديس توما ما كانش موجود وسط التلاميذ لما ظهر لهم السيد المسيح. فلما جه يا ولاد التلاميذ يقولوا له اسكت يا توما، الرب يسوع المسيح قام واحنا شفناه. توما قال لهم بصوا يا جماعه، انا مش بصدق خالص ولا بؤمن بالكلام ده، انا لازم اشوف بعينيا وبصبعي ده احط صبعي مكان المسامير اللي في ايديه
وحطه كمان مكان الحربة اللي في جنبه. لولا كده لولا صدق، لكن لا تقولوا لي انا شفتوه ولا قام ولا الكلام ده كله. لسه يا ولاد كان بيتكلم ولقي مين ظهر وسطيهم والابواب كلها متقفله؟ الرب يسوع المسيح. اول ما راح قال له ايه؟ هات يا توما ايدك وحطها مكان المسامير وحطها في جنبي مكان الحربة علشان تؤمن وما تكونش ابدا مش مؤمن او بتشك في قيامتي. فلما توما سمع الكلام ده وشاف الرب يسوع المسيح قال له ربي وإلهي، بصراحة حس انه اتكسف قدام ربنا. رب المجد يسوع المسيح قال له انت يا توما حطيت ايدك مكان المسامير وشفتني بعينيك لولا امنت، طوبى لمن امن ولم يرى. رب المجد يسوع المسيح كان عايز يطمنهم وقال لهم انا لو روح مش هيبقى ليا جسد، وتعالى يا توما شوفني وجسني والمسني علشان تكون مؤمن ومتأكد من قيامتي. ده يا ولاد القديس توما اللي هو من ضمن ال 12 تلميذ اللي هم بقوا 11 بعد ما يهوذا شنق نفسه. القديس توما يا ولاد اتعرف ان هو توما الشكاك. علشان كده كل ما حد يعمل حاجة يا ولاد ويشك يقول انت انت زي توما الشكاك، لان هو الوحيد يا ولاد اللي شك في قيامة رب المجد يسوع المسيح. كمان في واحد يا ولاد في وسط حياة الرب يسوع المسيح وهو بيعلمهم وبيعمل معجزات شك في وإيمانه قل شوية، وبسبب ان هو شك يا ولاد كان هيغرق. مين الشاطر اللي يقول لي مين؟ اصحابنا الصغيرين اللي سامعين وفاكرين المعجزات افتكروا كده مين اللي مشى على المية واول ما شك كان هيغرق؟ حصل ازاي الكلام ده يا ولاد؟ كان رب المجد يسوع المسيح مع تلاميذه بيعلم الجموع والدنيا كانت زحمه، وبعدين جه بقى الليل فالسيد المسيح قال لتلاميذه اركبوا السفينه واستنوني انا هصرف الجموع عشان الناس دي تمشي، وبعدين هبقى اجي اركب معاكم السفينه علشان نروح في مكان تاني. فعلا يا ولاد التلاميذ راحوا دخلوا السفينه، وعقبال ما الناس مشيت كان يا ولاد وصلنا للهزيع الرابع، يعني وقت متأخر جامد قوي من الليل. فالسفينة كانت طبعا مشيت شوية بالتلاميذ لغاية نص البحر كده. فالرب يسوع المسيح جه بالليل ومشي على على المية. التلاميذ اول ما شافوا الرب يسوع المسيح يفكروه شبح، فخافوا قوي قالوا ايه ده مين؟ فراح الرب يسوع طمنهم قال لهم ما تخافوش انا هو رب يسوع. القديس بطرس الرسول قال له لو كنت انت الرب يسوع، يعني لو انت مش شبح وانت فعلا الرب يسوع، أأمرني ان انا اجي وامشي على المية من غير ما يحصل لي حاجة، وقتها انا هأمن ان انت الرب يسوع المسيح. فالرب يسوع المسيح قال له تعال انزل من السفينة وامشي على المية. وفعلا يا ولاد نزل القديس بطرس الرسول من السفينة ومشي كم خطوة كده، واول ما لقي الرياح بقى والهواء والموج بدأ يعلى راح خاف. أول ما خاف يا ولاد وحاش عيونه من عن ربنا بدأ يغرق وينده ويقول يا رب يسوع المسيح الحقني نجيني. فراح بسرعة رب يسوع عمل مسك ايده وقومه ووقفه من الغرق ودخل بالسفينة، وهو بيعاتبه ويقول له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ يعني يا إيمانك قليل شكيت ليه؟ يا بطرس انت ماشي على المية والدنيا جميلة، ليه شكيت يا بطرس؟ ليه إيمانك قل؟ بص يا ولاد الشك ده بيجي من عدم الإيمان بربنا يسوع المسيح. يعني لو نرجع في العهد القديم يحكي لنا الكتاب المقدس إن لما الرب طلب من أبونا إبراهيم إن يقدم إسحاق ابنه ذبيحة، أبونا إبراهيم كان واثق قوي، كان واثق في ربنا جدا وما شكش في محبة ربنا ليه، كان واثق ان ربنا هيعمل عمل عظيم يمكن ما كانش عارف ايه هو، لكن لما ربنا طلب منه واختبر حبه ليه ما بخلش على ربنا ولا شك في ربنا، وإيمانه بربنا يا ولاد خلاه أخد إسحاق. حتى إسحاق نفسه ما قالش انت ازاي هتذبحني وازاي هتقدمني لربنا، كان جواهم إيمان ومحبة وطاعة عظيمة قوي. ولأجل يا ولاد طاعة أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق قدم ربنا كبش فدا على آخر لحظة. بعد ما إبراهيم رفع السكينة الملاك ظهر له قال له إياك تلمس ابنك وحيدك اللي انت بتحبه.
يا ربي انت عجيب في محبتك وعجيب في تعاملك مع اولادك. بس اهم حاجة يا ولاد ان يكون جوانا ايمان بربنا ومحبة وما نشكش ابدا لحظة فيه. يعني مثلا يجي واحد يبقى زعلان قوي ان ما عندهوش اكل والاسعار غالية، بصوا في حروب وبصوا الاسعار غليت جدا لدرجه مش عارفين نجيب الاكل والشرب واللبس والحاجات دي. ونقعد نتخيل يا ولاد ان ممكن ربنا ينسانا او ننام من غير عشاء او نموت من الجوع او الحروب الكتيره دي ممكن تموتنا. ونسينا يا ولاد ان ربنا وعد ان هو معانا طول الايام وان هو بيرعانا وان استحاله ان ربنا يسيبنا لان احنا ولاده اللي فدانا بدمه. ازاي ممكن ينسانا او يسيبنا؟ ده ربنا بيرعى الدوده اللي جوه حجر اللي هي حواليها حاجات صلبه ومفيش ميه ولا في اكل ولا في اي حاجه وهي ايامه هتموت. ربنا مش بيسيبها وبيرعاها ويدي لها اكلها وشربها. هينسانا احنا ولاده؟ لا طبعا، استحاله يا ولاد نشك في ربنا وفي محبته وفي رعايته لينا. دايما حمينا من اي خطر من اي شرور، بيسد احتياجنا في الوقت المناسب. ودايما يا ولاد شايف احتياجاتنا وطلباتنا ودايما شايفنا غاليين على قلبه. فاستحاله ان احنا نشك في قيمة ربنا او نشك في رعاية ربنا لينا، ولكن دايما نخلي عندنا الايمان اللي يخلينا دايما نرمي الخوف ورانا ونرمي الشك ورانا، وان دايما نعيش نهتف باسم رب المجد يسوع وبحبه وصلبه وقيامته، ودايما نعلن ونبشر ونشهد بده طول حياتنا بأعمالنا وبتصرفاتنا علشان يشوفوا المسيح جوانا وفي حياتنا.